السلام عليكم ليكيب اللي معاكم طارق مون فيزا. فيديو جديد اليوم راح نتكلموا فيه على فيزا فرنسا، واللي حطوا مواعيد جديدة كما شفتوا في العنوان تاع الفيديو، وشروط جديدة لحجز الموعد. أصبحت حجز موعد فيزا فرنسا أكثر صعوبة وأكثر تعقيد. بصح احنا في هذا الفيديو إن شاء الله راح نوضح لكم التغييرات الجديدة والتعديلات الجديدة اللي داروها بالنسبة لفيزا فرنسا، وراح نشرحها لكم بالتفصيل يعني ان شاء الله. وفي نفس الوقت راح نوريكم الطريقة الجديدة وكيفاش تحجزوا موعد وحدكم يعني بدون اي مشكل ان شاء الله. تابعونا في هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، نتعرفوا مع بعض على طريقة حجز موعد فيزا فرنسا. السلام عليكم ليكيب. اول حاجه غنتكلموا عليها هي كما نقولوا هنايا الشروط الجديده اللي حطوها في موقع في اف اس جلوبال فرانس بالنسبه للاشخاص اللي حابين يحجزوا موعد. راح نحط لكم مقال يعني فيه مختصر واش البيان تاعهم الرسمي اللي حطوه على صفحه الفيسبوك تاعهم. راح نفهمكم، راح نحط لكم هنايا واش تشوفوا يعني بالمختصر المفيد النقاط الخمسة اللي راكم تشوفوا فيها هنايا اللي بدلوها في لو سيت تاعهم. اول حاجه هو الهاتف، رقم الهاتف الشخصي وعنوان البريد الالكتروني يعني الايميل تاعك الشخصي. هذا يعني الزوج انسيستو بزاف عليهم انك تحجز. لازم تحجز الموعد وتحط فيه الهاتف يعني نيميرو تليفون تاعك بيرسونيل، وايضا الايميل تاعك بيرسونيل. الحاجة الثانية راح يقول هنا يعني قال لك النيميرو تليفون والايميل تاعك لازم يكونوا نفسهم اللي تحطهم في لو فورميلير تاع فرونس فيزا. يعني راح يفيريفيو اسكو لو نيميرو اللي حجزت به موعد هو نفسه اللي في الفورميلير تاع فرونس فيزا ولا لا. يعني اذا لقاوهم ماهمش متطابقين راح يديروا لك مشكل نهار لو رونديفو. يعني لازم يكونوا متطابقين، يعني اوثنتيك، نفس رقم الهاتف والايميل اللي تحطه في لو رونديفو تاعك هو لو ميم اللي تحطه في لو فورميلير تاعك. الحاجة الثالثة انه هذه هي يعني المهمة جدا، واللي يعني راح تدير مشاكل كبار يعني بالنسبة للاشخاص اللي يحجزوا الموعد. بالنسبة لي انا كما نقول هنايا من البارح، من نهار اللي داروا الميزاجور هذه جديدة، وانا نسي نحصل على او تي بي، هذا وان تايم باسورد اللي فالابل بور 5 مينوت فقط عبر الواتساب وايضا عبر رقم الهاتف. لكن للاسف لو سيرفر تاعهم ماهوش يمشي وماهوش يلحقوا لي كود. يعني هنا لو وان تايم باسورد هذا الاو تي بي اللي حيلحقك اثناء العمليه كما حنتبعوا من بعد ان شاء الله في كيف طريقه تحجز الموعد. لازم هذا لو نيميرو تبريزونتيه نهار لو رونديفو كيما نقولوا حنايا معاك عند الدخله تاع لو سونتر تاع في اف اس. سينو كوما تسيبريميه والله ما يكونش عندك بروف بلي لحقك الاو تي بي هذا، راح يدير لك مشكل. يعني هذا الاو تي بي بنسبه كبيره داروا على جال الاشخاص اللي يستعملوا السكريبت، لانهم عندهم باي باس يعني ديباسيو مباشره المرحله تاع الاو تي بي من ناحيه مباشره يدخلوا للكالندري. هذا الاو تي بي شغل سيستم بروف باللي جست الموعد تاعك بطريقه قانونيه، يعني بدون استعمال لي لوجيسيال ولي سكريبت اللي يعتبر بالنسبة لهم هما غير قانوني بيان سور. وأيضا راح يلحقك كود كيو ار بالنسبة للأشخاص اللي دوموندي في الواتساب، راح يلحقك الأو تي بي زايد كيو ار. هذاك الأو تي بي وكيو ار راح تحتفظ بهم ونهار لو رونديفو راح تبريزونتيهم. بالنسبة للأشخاص اللي ماهمش مصطالين كيما نقولوا حنايا الواتساب على الرقم هذاك اللي حطوه في لو رونديفو، ماهوش راح يلحقهم، راح يلحقهم جست او تي بي اللي هو كود فيه 6 أرقام، راح يوصلك مباشرة على الموقع. راح يوصلك مباشرة كما نقولوا حنايا على الهاتف تاعك، وراح تبريزونتي أيضا نهار لو رونديفو. كما تشوفوا هنا في النقطة الخامسة قال لك أي إخلال، يعني أي عدم احترام هذو النقاط الأربعة اللي مذكورين هنايا، راح يعني نهار لو رونديفو راح يخليهم يرفوزيوك وما يخليوكش تدخل لو سيت الموقع عفوا المركز تاعهم. وايضا راح يتانيلا لو رونديفو تاعك اوتوماتيكمون. ايضا ماهمش راح يرومبورسيو في لي فري اللي راح تخلصهم بالبطاقه الذهبيه نهار لو رونديفو باش تكونفيرمي الرونديفو، يعني ماهمش رومبورسابل.
وراح تخسر لو رونديفو تاعك وتخسر دراهمك. يعني لهذا يجب احترام هذه النقاط الأربعة. هذا هما يعني النقاط جروسو مودو، هذا هما النقاط الأربعة اللي تحدثوا عليهم في البيان تاعهم والشروط الجديدة اللي حطوهم. الآن نروحوا كما نقولوا رابط المقال هذا خليكم أسفل الفيديو. وأيضا راح نروحوا مباشرة للموقع الرسمي ل VFS لحجز موعد VFS. أيضا راح أخليكم الرابط تاعو أسفل الفيديو، باش راح نشوفوا كيفية يعني بالطريقة المفصلة لطريقة يعني إنشاء حساب على موقع VFS Global كما كنتم تشوفوا في الموقع الرسمي تاعهم. وأيضا طريقة حجز الموعد إن شاء الله بمفردكم، يعني بدون حاجة لأي مساعدة أي شخص. اول حاجه اللي عنده ان كونت ديجا، هذه النقطه ما تهموش، يعني من بعد يتبعنا ان شاء الله يكمل معنا الفيديو يشوف كيفاه طريقه حجز الموعد. بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش كامل كونت، تبعونا في هذا الايطاب يعني اللي مهمه جدا، خاصه بعد التحديث الاخير والشروط الجديده اللي حطوها. راح نوريكم طريقه يعني كيف ملء البيانات الشخصيه تاعك. اول حاجه راح دير نيو يوزر، هذه اللي راكم تشوفوا فيها علامه استفهام، نكليكيو عليها. اول حاجه راح تحطها هنا تجي فيرست نيم، يعني انه هو لو برينون تاعك اي الاسم تاعك، راح تحطه هنا بالاحرف اللاتينيه يعني بالفرنسيه. وهنا لاست نيم اللي هو اللقب العائلي تاعك او لو نون فامي تاعك، راح تحطه هنايا في اللاست نيم. هنا تجي لو ايميل اي دي، راح تحط الايميل تاعك الشخصي. يعني هنا يرجى يعني تركيز جيدا، لازم تحط الايميل الشخصي تاعك اللي راح تحطه في لو فورميلار تاع فرونس فيزا. يعني اي ايميل اخر راح يدير لك مشكل نهار الرونديفو تاعك. هنا لو كونتاكت نمبر، يعني راح تحط الرقم الهاتف تاعك، وهنا ايضا لازم تكونسونطري تري بيان. راح تحط الرقم تاعك بدون الصفر الاول. يعني اذا لو نيميرو تاعك يبدا ب 0550 راح تنحي الزيرو الاول، تكتب مباشره 550 وتكتب الرقم تاعك كامل هكذا باش يقبلوا لك سي. بالنسبه للايميل والرقم الهاتف يرجى يعني التركيز جيدا، تحط النيميرو بيرسونيل تاعك وما اتونسيون تغلط فيه، لانه اذا غلطت فيه مش راح يكون عندك لاكسي من بعدها باش تبدلو كيما كانت من قبل. يعني بعد التحديث هذا اللي داروه والميزاجو اللي داروه جديده، الايميل ورقم الهاتف اللي تحطهم هنايا ماكش راح يكون عندك لاكسي باش تبدلهم. هنا راح تحط له الباسورد تاعك. الباسورد تاعك هو المود باس، وهنا تعاود تكتبه. بالنسبه للمود باس تاعك يا خوتي لازم يكون يحتوي على رقم حرف ماجيسكيل وحرف مينيسكيل على الاقل، ورقم وبليس ان كاركتير باغ اكزومبل اروباس ولا ليسونسيال، يكون يحتوي على هذو الاربعه على الاقل، يعني واحد واحد واحد. مباشرة بعد ما تعمر هذو كامل، انا مش حنعمره باسكو عمرت ديجا وكرييت ان كونت ديجا. دير هنا ام نوت روبوت، يعني تكليكي هنايا على الكاباتشا تاعك ودير سبمايت. هنا دير تكليكي على سبمايت، مباشرة راح يلحقك ان ايميل يقدر يستغرق في بعض الاحيان ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، حتى ساعتين على حساب لو سيرفر ولا شارج اللي تكون عليه. يعني اذا طول شوية ما لحقكش ما تقلق ما والو. مباشرة تكونسيتي الايميل تاعك، راح تلقى الايميل تاع الاكتيفاسيون، لو ليان تاع الاكتيفاسيون، اي رابط تفعيل الحساب تاعك. وكما راكم تشوفوا هنايا لحقنا الايميل. يعني انا راني جيست نوريكم فقط لاني درت عمليه ديجا لا كرياسيون تاع لو كونت. جيست راني نفهم فيكم، تجي مباشره على اكتيفي لو كونت ولا تكليكي على ليان هذا اللي راكم تشوفوا فيه، دير اكتيفي لو كونت، مباشره راح يدخلكم صفحه كما راكم تشوفوا فيها الان. كما راكم تشوفوا هنايا نكتب لي your account is already activated، يعني لو كونت تاعك ديجا اكتيفي، اللي اني اكتيفيتو من قبل. انا جيست راني نفهم فيكم كيفاش تكليكوا على رابط التفعيل، ونفهم فيكم جيست في الطريقه. مباشره بعد التفعيل تاع لو كونت تاعك راح تخرج لك الواجهه هذه. بالنسبه للاشخاص اللي عندهم ان كونت من قبل، هم كلا يفوتوا على ليطاب اللي حكينا عليها هذه الاولى، ويبداو معنا مباشره من هنا. بالنسبه للاشخاص اللي اول مره ياكتيفيو لو كونت، راح يديروا لي طاب اللي حكينا عليها من قبل ديجا، ويجيو هنا يكتبوا الايميل اللي كرياو به لو كونت تاعهم، يعني الايميل تاعك اللي كريت به لو كونت. وهنا تكتب الباسورد ديال الايميل، يعني لو مود باس اللي حطيته ديجا في لو كونت تاعك. والان تاتي عمليه، يعني هنا كي تكتب الايميل هنا مباشره والباسورد
هنا راح تجي دير هنا I'm not a robot، يعني الكود تاع كاباتشا، وتكليكي هنا على كونتيني باش تدخل لو كونت تاعك مباشرة. يعني بعد ما تحط الايميل والكونت تاعك هنا راح يدخلك لو كونت تاعك تاع في اف اس فرنسا ان الجيريا كما راكم تشوفوا هنايا ابلاي فور فيزا تو فرانس ان الجيريا. اول حاجة راح تروح هنا الخانة هذه تاع حجز المواعيد تكليكي عليها. تجي هنايا تخير طريقة الدفع أنك تدفع عن طريق ان بوردر دو فيرسومون مباشرة على في فرع من فروع بنك بيدية كما راكم تشوفوا، ولا تخلص بلا كارت. يعني الأشخاص اللي عندهم نصيحة لكل الأشخاص اللي عندهم كارت سي اي بي ولا بطاقة ذهبية يفعلوا هذا الخيار اللي راكم تشوفوا فيه أمامكم، يعني باش لأنه قليل وين يطلقوا مواعيد عن طريق يعني الدفع تاعهم يكون عن طريق البنك باش تاسوري يعني في كل حالة انك تحجز موعد. ولازم يكون عندك ايضا على الاقل 600 في لو كونت تاعك تاع سواء تاع البنك اللي حال به البطاقة البنكية او الكونت تاعك سي سي بي بالنسبة للبطاقة الذهبية. تخير يعني طريق الكاتيجوري تاع الرونديفو تاعك. هنا راح نديرو مباشرة يعني الاشخاص كامل. يعني هذا الطريقة تصلح لكل كاتيجوري تاع الفيزا، سواء كيما نقولوا حنايا كفالة ولا اوفي ولا كيما نقولوا حنايا ميديكال ولا فيزا دو روتور ولا كورسيجور ولا كورسيجور رونوفالمون. هنا ايضا ذكروا بالنسبه للاشخاص اللي يحجزوا رونوفالمون، اي شخص عنده فيزا فرنسا من قبل يقدر يحجز موعد فيزا رونوفالمون. يعني مش يقدر، اللي اوبليجي انه يحجز موعد فيزا رونوفالمون. بالنسبه للاشخاص اللي راح يدفعوا لي اول مره وما عندهمش فيزا فرنسا من قبل راح يخيروا لا كاتيجوري هذه اللي راكم تشوفوا فيها امامكم. هنا راح نخيروا هذه الطريقه. يعني هنا ما كانش الموعد، نزيدو نشوفوا بور لو رونوفالمون. يعني اي كاتيجوري راح نلقاو فيها المواعيد راح نحتاجو لانها في الباقي لي زيتاب راح تكون نفسها. يعني سي جوست باش نشرح لكم لازمني نلقاها كيما فيزا دو روتور هنايا مواعيد مفتوحين. نكليكيو على كونتينيو. هنا تجينا ابليكانت ليست. كيما راكم تشوفوا هنايا يخرج لك هذا كيما نقولوا حنايا لو فورميلير هذا. راح تملأ الخانات تاعك بالنيميرو كيما نقولوا هنا باسبور نمبر. هنا راح تكتب له نيميرو الباسبور تاعك المكون من 9 ارقام. هنا تكتب لا دات دو نيسونس تاعك بدات اوف بيرث. هنا تكتب لا دات تاع ليكسبيراسيون تاع لو باسبور تاعك. وهنا راح تخير لا ناسيوناليتي تاعك. هنا بالنسبه للاشخاص كامل يخيروا الجيريا كيما هنا، يعني راح نكتب بطريقه عشوائيه فقط لو نيميرو دو باسبور. وهنا لا دات دو نيسونس باغ اكزومبل انا نكتب لا دات دو نيسونس تاعي. هنا باغ اكزومبل راح نكتب بطريقه عشوائيه لا دات تاع ليكسبيراسيون تاع لو باسبور تاعي. وهنا تكتب تفيريفي الاسم تاعك باللي راهو صحيح. هنا راني درت فقط اسم الياتوار. وتفيريفي هنا لاست نيم باللي اللقب تاعك هو صحيح، لانه اي غلطه في الاسم واللقب ولا نيميرو دو باسبور تاعك راح يرفضوا لك، راح يرفضوا الدخول تاعك نهار لو رونديفو. بالنسبه تهبط لتحت ايضا راح تلقى الرقم الهاتف كيما راكم تشوفوا هنا. ما عطاوناش ما بالاكسي باش نبدلوه، لانه كيما قلت لكم كيما نقولوا هنايا لو نيميرو والايميل في زوج ما عندناش لاكسي باش نبدلوهم، لانه راح يحطوا لك نفس الايميل ونفس رقم الهاتف اللي حجزت به، عفوا اللي كرييت به لو كونت تاعك قبل ميزاجور. هذه كنا نبدلو هنايا الرقم اللي نحبوه نبدلوه كيما نحبوه، ولكن الان للاسف بعد لو ميزاجور هذا يعني كل واحد يحط النيميرو بيرسونيل تاعو مش راح يقدر يبدلو مرة أخرى. هنا سيليكت جندر، يعني تخير كيما نقولوا حنايا الجنس تاعك مال ولا فيميل. بالنسبة للرجال يدير مال، وبالنسبة للنساء يديروا فيميل. مباشرة نديرو هنا سبمايت. كيما راكم تشوفوا هنايا
مباشرة دخلت الصفحة هذه اللي راح ندومونديو منها لو او تي بي تاعنا. يعني بالنسبة لهذه المرحلة هي أكبر مشكل راهو يصادف يعني بالأشخاص اللي حابين يحجزوا موعد على موقع فيا فاس فرونس، هي هذه المرحلة، لأنه للأسف الشديد ما راهوش يلحق لو او تي بي. احنا راح نديرو سنت او تي بي وننتظروا بالك يلحقنا نكملوا لي زيتاب الاخرين. يعني اذا ما لحقناش يا خوتي، المرحله اللي بعد هذه راهي سهله، راح تدخلوا الكالندري تاعكم. اذا لقيتوا دي دات اونفير يعني راهم كاين مواعيد متاحه تقدروا تكليكيو عليها وتحجزوا. واذا ما لقيتوش يعني دي دات بالفير باللون الاخضر، يعني راح يعني الموقع تاعكم راهو مغلوق وما كانش لي رونديفو. يعني هنا دوموندي او تي بي راح يلحقكم سواء على رقم الهاتف تاعكم، واذا كان عندكم مصطلين برقم الهاتف هذاك اللي دومونديتو به الاو تي بي، اذا مصطلين به واتساب راح يلحقكم ايضا على الواتساب تاعكم. يعني ننتظروا العملية تقدر تطول شوية لأنه السيرفر عليه لاشارج شوية كما راكم تشوفوا. هاكم تبقى الدور هكذا وتطول بزاف. هذا رجع يعني لاشارج بزاف على الموقع هذا، و يعني السيرفر تاعهم ما قدرش يتحمل الضغط الكبير اللي عليه من طرف الأشخاص اللي راهم يدومونديو في الأو تي بي. يعني هنا بعد ما يفوت الأو تي بي راح يحكم الاو تي بي كما قلت لكم في الواتساب، سواء على الواتساب كما راكم تشوفوا هنايا، كما كنت تشوفوا هنا باي اس ام اس اند واتساب. يعني هيحكم اس ام اس في التليفون تاعك بالرقم اللي حطيته، وفي نفس الوقت هيحكم في الواتساب رقم نفس الاو تي بي وزايد لو كود كيو ار تاعكم. يعني لهذو يعني مهمة جدا هذه النقطة اللي يجب التركيز فيها. هذاك لو اس ام اس ولا الواتساب اللي يحكم ما لازمش تسيبريميوه، لأنه نهار لو رونديفو راح يكزيجيوكم عند الدخله تاع لو سونتر تاع في اف اس. يعني اللي سيبريما الاس ام اس ولا ما عندوش ولا سيبريما الواتساب الميساج اللي يحكوا في الواتساب مالوريزمون موش راح يسمحوا له انه يدخل نهار لو رونديفو. يعني لازم تثبت باللي راك حجزت الموعد تاعك بيرسونيلمون، يعني بصفه شخصيه عن طريق الاس ام اس ولا لو ميساج اللي يلحقك على الواتساب. كيما هنا رانا حنا نستناو جيسكا ميتنو ما كان والو، ما لحقنا لا الاس ام اس لا الواتساب. يعني اذا لحقك راح تجي هنا وتكتب الرقم هذا اللي فيه ست ارقام. هذا الرقم يعني مشكل من 6 ارقام، راح تكتبه هنايا وتدخل مباشرة للكالندري تاعك باش تحجز موعد. للاسف يعني تمنينا انه يلحقنا كود باش نكملوا لكم لي زيتاب كامل تاع طريقة حجز موعد فيزا فرنسا، ولكن للأسف الشديد هذا اللي قلت لكم من البارح واليوم كاين خلل كبير على الموقع يتمثل في انه هذا الاو تي بي ما راهوش يلحق. يعني كاين اشخاص يلحقهم بصح راهو يلحق بالزهر، يعني كاين واحد يلحقوا و1000 واحد بالك ما يلحقوا، يجي بالك يلحق الواحد في الألف ولا واحد في المية ولا ما على باليش انا. ليسونسيال كاين ان غران بروبليم في هذا الاو تي بي. ان شاء الله ان شاء الله يتولهوا ليه الادمين ويعني المسؤولين تاع موقع فيا فاس ويحلوه في اقرب وقت ممكن، يعني باش ما تزيدش المعاناة تاع الاشخاص والصعوبة يعني تاع حجز الموعد. وبهذا ان شاء الله يعني ما بقاش بهذا الايطاب هذه اللي راكم تشوفوا فيها امامكم، بقات الا مرحله واحده وهي انك تحجز موعد على الكالندري وتدخل دير لي رونسينيمون تاع لاكارت تاعك، وتحجز موعد على موقع فيا فاس جلوبال وتكونفيرميه عن طريق لو بايمون. يعني هذو المراحل الاثنين يعني ما نظنش انهم فيه صعوبة كبيرة. ان شاء الله نكونوا فدناكم وريناكم طريقة. للاسف راني قلت لكم كنت حاب نكمل لكم الطريقة كاملة، ولكن للاسف ما كانش لو او تي بي هذا ما راهوش يلحق. اون كا او اي شخص حاب يحجز موعده ولا ما يلحقوش او تي بي ولا يعرف باللي ماهوش مشكل، ماهوش فيه هو برك، يعني راهو مشكل يعني يخص كل الاشخاص اللي حابين يحجزوا موعد على موقع فيا فاس فرونس. وبهذا نلحقوا نهاية الفيديو. ان شاء الله نكونوا فدناكم، وان شاء الله يكون هذا الفيديو فاتكم وراكم طريقة حجز الموعد، وان شاء الله نورناكم ووريناكم الشروط الجديدة باش ما تغلطوش وديروا ان نيميرو اللي خاطيكم ولا ايميل اللي خاطيكم، لانه راح يرفضوكم نهار لو رونديفو ما يخليكمش تدخلوا. اللي عنده اي سؤال يخليه لنا في لي كومونتير. ما تنساوش ايضا تابونيونا في لاشين تاعنا تاع اليوتيوب، وايضا ما تنساوش
تدخلوا عندنا في الانستغرام وتابونيونا. اللي عنده كيستيون خاوتي والله كيستيون شخصيه ما يقدرش يحطها في الكومنتير، يدخل عندنا في الانستغرام، نعطينا نخليكم تحت الفيديو الرابط تاعو اسفل الفيديو، وتدخلوا الفيديو تاعنا ونورونا ان شاء الله بلي ميساج تاعكم، راح ان شاء الله ريبونديوكم في اقرب وقت ممكن. ليسونسيال خاوتي، تهلاونا في رواحكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، وسلام.